يا مساء الفل، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ خلاص كلنا مستنيين ماتش المغرب واسبانيا الدور الثاني. اسود الاطلس اللي ان شاء الله يرفعوا راسنا، راس العرب، راس الحبايب كلهم ان شاء الله متجمعين على الفرحه والانتصار باذن الله. ناس كتير كانت بتسالني وتكتب لي في الكومنتات، يا خدت التذكره ولا لسه؟ ايه امور التذاكر؟ الجامعه الملكيه قالت ان في 5000 تذكره هينطرحوا جداد، الكلام ده كله. يؤسفني اقول لكم، هو في زي ما احنا شفنا فعلا على الموقع الرسمي اللي هو 5000 تذكره، ومع يعني مع انهم قالوا كده بس احنا لسه ما شفناش. يعني ال 5000 تذكره دول احنا ما نعرفوش هم هينطرحوا امتى ولا ازاي، وهل يا ترى هيكونوا مطروحين اصلا في مركز التذاكر اللي هو هنا في قطر اسمه DCCE، ولا هيتم طرحهم اونلاين على الموقع. بعيدا عن البيع الورقي، فالتذاكر اونلاين فيها ازمه شويه. بمعنى ايه بقى؟ انت تدخل مثلا على الويب سايت، جميل، بتسجل الدخول بتاعك على الويب سايت. اول ما بتدخل باسورد ويوزر نيم، وبتستنى فتره حوالي ساعه الا ربع مثلا، جميل، وتيجي داخل على صفحه التذاكر. بيبقى قدامك تلت ساعه علشان تاخد التذكره. طيب انت دخلت وما لقيتش تذكره المغرب واسبانيا، وسالت التلت ساعه اللي هي ال 20 دقيقه، هتعمل ايه؟ مطلوب منك تعمل لوج اوت عشان تخرج من موقع التذاكر، وتعاود بعد مثلا نص ساعه ولا حاجه انك تدخل تاني، فتستنى الساعه الا ربع تاني او الساعه تاني. فدي الازمه. يعني انا ممكن ادخل مثلا من الساعه 3 استنى لحد الساعه 4 علشان تفتح لي التذاكر، ولما ادخل الساعه 4 ما الاقيش التذاكر بتاعتي، او ما الاقيش التذاكر اللي انا عايز اشتريها، فيتحتم عليا ان انا استنى فتره جديده. الموضوع مش سهل زي ما الناس كانت بتتكلم. الموضوع مش حاسه فيه مرونه شويه، معرفش ايه السبب. الموقع بتاع التذاكر داخل عليه ناس كتير، ايوه اكيد داخل عليه ناس كتير، تذاكر كاس عالم، بس اعتقد ان هو كان فيه فرصه ان هم يطوروا احسن من كده. انا كنت النهارده تقريبا راكب الاتوبيس والله بالصدفه، لقيت اللي جنبي فاتح موقع التذاكر وانا فاتحه برضه، فاللي هو احنا الاتنين مستنيين حاجه واحده. فربنا ييسر الامور ان شاء الله، وادينا بنحاول وبنسعى، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالخير باذن الله. وشكرا لكم، وشكرا لكل الناس اللي بتسال دايما على موضوع التذاكر، واخدت التذكره ولا لسه، والناس اللي بتحاول تساعدني وتبعت لي في ستوريهات والكلام ده. شكرا.